انت مطمن عشان قفلت موبايلك وحطيته في جيبك؟ يا ريت تفكر تاني. في تقارير بتأكد ان بعض المعالجات الحديثة بتفضل شغالة حتى بعد ما تقفل الجهاز. يعني ممكن يكون بيتسجل لك وكمان بياخد منك لقطات سكرين، والمستخدم فاكر ان مفيش حاجة. الحالات دي اتسجلت في بعض التليفونات، واتقال ان السبب الفيوتشرز الامنيه، لكن الحقيقه محدش عارف فعلا الحاجات دي بتروح فين. بس انا عارف الحاجات دي بتتاخد بكل بساطه وبتروح لسيرفراتها، او بتروح لسيرفرات الشركه علشان الشركه بتنزلها على اعلانات بدون اذنك. وهم ليه يجيبوا واحد ويدفعوا له فلوس مع انهم ممكن يجيبوا حد وشه ويركبوا عليها ذكاء اصطناعي، وفي نفس الوقت الاعلانات تنزل ويحققوا التارجت بتاعهم؟ طيب حاجه زي كده خد بالي منها ازاي؟ لازم تكون متاكد مليار في الميه ان مفيش حاجه شغاله في الخلفيه، في خلفيه التليفون او في باك جراوند التليفون. يعني بكل بساطه تقدر تخش في النظام بتاعك وتتاكد ان في ولا مفيش. طب لو في اعمل دي اكتف على طول، وكمان دي اكتف دايم، او بمعنى اصح اقفلها دايما. ما تقفلهاش لساعة ولا ساعتين ولا حتى 24 ساعة، سيبها لحد لما انت اللي ترجع وتفتحها، وفي الغالبا مش هترجع اصلا. بس السؤال بقى، هل اللي بيحصل كل الحاجات دي لو اجتمعت في مكان واحد هيبقى ايه الدنيا فيها؟ استعدوا للسيناريو الجاي عشان اسوأ من كده بكتير.